أول ضحايا سيد عبد الحفيظ داخل الأهلي بعد ترشيحه في الانتخابات. بات السيد عبد الحفيظ قريبا من العودة إلى جدران النادي الأهلي عن طريق مجلس الإدارة عقب ترشيحه في انتخابات القلعة الحمراء بقائمة محمود الخطيب. وكان السيد عبد الحفيظ قد رحل عن النادي الأهلي خلال الفترة الماضية بعد إقالته من منصب مدير الكرة لفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء بناء على رؤية لجنة التخطيط وتولي خالد بيبو المهمة بدلا منه. توصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لاتفاق مع السيد عبد الحفيظ على توليه ملف كرة القدم بشكل كامل أثناء الفترة العلاجية لرئيس القلعة الحمراء، والتي تصل لمدة 6 أشهر في الخارج حال نجاحهما في الانتخابات المقبلة. وينوي السيد عبد الحفيظ إلى إعادة هيكلة شاملة داخل لجنة الكرة بالقلعة الحمراء، سواء إدارة التعاقدات والسكاوتينج، حتى تصل إلى لجنة التخطيط التي يترأسها في الوقت الحالي مختار وعضوية زكريا ناصف. وتشير المصادر داخل النادي الأهلي أن عبد الحفيظ لا ينوي بقاء محمد يوسف كمديرا رياضيا داخل القلعة الحمراء، حيث يرغب في منح صلاحيات هذا المنصب إلى أحد الكوادر الخبرة سواء أجنبية أو محلية. وسيتولى أيضا عبد الحفيظ عدد من الملفات الهامة داخل أروقة النادي الأهلي، أبرزها التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لخلافة الأسباني خوسيه ريبيرو التي تمت إقالته قبل بسبب سوء النتائج. هذا بالإضافة إلى توليه ملف تجديد عقود اللاعبين على رأسهم إمام عاشور الذي يتبقى في عقده موسمين مع الفريق الأحمر بخلاف الموسم الجاري. أول الرحيل عن الأهلي في يناير. كشفت تقارير صحفية أن المسؤولين في النادي الأهلي استقروا على رحيل أحد نجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة المقرر لها في شهر يناير القادم، وذلك بسبب كثرة تعرضه للإصابة وعدم استفادة الفريق من جهوده على فترات طويلة. وأشارت التقارير الصحفية إلى أن مسؤولي القلعة الحمراء استقروا على فتح باب الرحيل للاعب المغربي أشرف داري قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الميركاتو الشتوي، حيث تجري محاولات لتسويقه عبر ورقة البيع النهائي وليس الإعارة. وكشفت التقارير أن لجنة التخطيط في الأهلي حددت ما بين $1,500,000 إلى $200,000,000 ثمنا للموافقة على بيع اللاعب أشرف داري والتخلص من صداع المحترف المغربي في صفوفه خلال أسرع وقت من أجل إفساح المجال أمام ضم لاعب محترف جديد لدعم مركز رأس الحرب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وأوضحت التقارير أن لجنة التخطيط في النادي الأهلي كلفت وليد صلاح الدين مدير الكرة بمهمة التفاوض مع اللاعب المغربي أشرف داري خلال الأيام المقبلة من أجل إفساح المجال أمام رحيله عن صفوف الأهلي في المستقبل وفتح الباب أمام ضم لاعب جديد. وأشارت التقارير إلى أن المسؤولين في الأهلي بدأوا في التجهيز لملف الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يستعد لضم أكثر من لاعب في الانتقالات الشتوية ويراقب أكثر من مهاجم أجنبي لتدعيم الهجوم في ظل معاناة الأهلي هجوميا منذ رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي. ويحتاج الأهلي لإتمام صفقة ضم لاعب محترف إلى إفساح المجال أمام رحيل المحترف عن صفوفه في الانتقالات الشتوية المقبلة، وإن كان اللاعب أشرف داري هو الأقرب بسبب كثرة الإصابات.